بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله. وقبل ما ندخل ونتكلم في اي حاجة احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. دخلنا خلاص في شهر شعبان، احنا في العد التنازلي دلوقتي، والقبول على شهر رمضان. كل عام وانتم بألف خير يا رب، وبصحة وسعادة كده، ودايما مبسوطين ومتهنيين. واللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين. انا حبيت بس ايه، اقول لكم ان احنا داخلين على شهر رمضان، وكل يوم عايزين وصفة جديدة، عايزين حاجة جديدة. رمضان جاي لنا النهاردة في جو برد قارس، في يوم قصير جدا، يوم هيعدي علينا بايه، بسرعة. يعني اليوم بيبقى قصير جدا، وعايزين بقى حاجات سريعة، حاجات عملية، عشان نقضي اليوم بتاعنا. ويا رب يبلغنا رمضان كده يا رب، اللهم اللهم امين، واحنا في احسن حال احنا وانتم يا رب، اللهم امين. انا عندي البطايه القمر ديت، جبتها كده، وبعدين ايه عملت فيها تركايه جدا هتحوشلك ايه او هتشتلك كل الزفاره اللي موجوده فيها. البصله بتاعتي ورشيت عليها فلفل اسمر، وبدات ان انا افرك البصله كويس جدا مع الفلفل الاسمر، وحبه ملح بساط جدا. وبعدين مسكت البطه بتاعتي ديت، وبدات ان انا اغلفها كويس جدا بايه، بالبطه اغلفها كويس جدا، واخلي البطه تتشرب بالبصله اللي مهروسه جدا في الفلفل ايه الاسمر. واعمل كده من قلب البطه، واحشيها برضو البصل بالفلفل الاسمر ديت، بتدي طعم روعه جدا. عندي برتقانايه قمر كده، بدأت ان انا ايه اعصر البرتقان ده. البط بالبرتقان يا جماعة بيوديه في مكان تاني. سبتها جنبي كده بعد ما غسلتها غسلة كويسة كويسة، واشتلت منها اي ريش، وشفتوها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بيضة شمعة فلة منورة. بدأت بقى ان انا انزل ببهارات الشوربة القمر. احنا دخلنا وقلت لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر شعبان، ودخلنا على شهر رمضان مبارك، اللهم امين. وما صلناش على الرسول كالعادة. نصلي بقى على الرسول الأول. يلا بقى نعمل حملة كبيرة كده، كل اللي يدخل معايا في الفيديو يصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. المهم بقى ايه، جبت البرتقانه اللي باقي من البرتقانه، بقيت البرتقانه او نص البرتقانه التاني ما سبتوش، بدات ان انا اعصرها كده على السكينه بتاعتي، وانزل كل الميه اللي فيها في الشوربه. برضو بهارات القمر بقى، طبعا بتحط بقى ورق اللورة، المستكه، الحبهان، الكوبيبه، الفلفل الاسمر، الكوبيبه الصيني، البصل، الطماطم. بوريكم الشوربه كان شكلها يجنن ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله العظيم شويه شوربه يجننوا يجننوا. طبعا تشوفي بهارات الشوربه اللي انتي بتحبيها وحطيها. المحشي بتاعي القمر ده محشي كرنب، كنت حاشياه. قلت بلاش بقى، احنا حشيناه كام مره معاكم في القناه، اللي يراجع بس الفيديوهات القديمه لو انتي مش عارفه طريقه المحشي او اي حاجه. هتلاقي طريقه المحشي وطريقه سلق ورق الكرنب في الفيديوهات القديمه. ابحثي بس هتلاقي في البحث هيبان لك كل حاجة. بس بوريكم طريقة الطبخ بتاعة المحشي. بس بخلي الحلة تتغطى بالشوربة، بس الشوربة في شوية صلصة وبس كده. طالما عندي شوربة مش بستخدم اي مرق خارج من بره، انا بحب كده بس. طبعا كنت عاملة برضو في اليوم ده محشي كوسة. الكوسة ما بتحب الشوربة كتير، الكوسة بطبعها بتنزل كمية مية، لان الكوسة فيها نسبة سوائل عالية. فما تزوديش ما تزوديش الشوربة، علشان ما تقوليش محشي الكوسة عجن مني ليه، او الرز بتاعه مش مفلفل ليه. فايه، فيا ست الكل يا قمرة يا انتي، حطي الشوربة بتاعتك على ايه، يعني يا دوبك حاجة بس بتغطيها من تحت كده. طبعا الصينيه دي ما كانش ليها غطا، بدات ان انا بقى اغطيها بورق فويل كده، وايه اقفل كويس جدا بحيث انها تستوي مني على البخار كده على نار هاديه، والتكتك مع نفسها كده. يلا بقى نصلي على الرسول، على بال الدنيا ما تبقى قمر معانا كده. المحشي كده الوقت ايه،
المحشي كده اتشرب الشوربه بتاعته، المحشيه نفشت اهي ما شاء الله. بوريكم انه خلاص بقى. في الوقت ده ببتدي اوطي النار عليه. انا دلوقتي ده كنت معليه النار لغايه ما يتشرب الشوربه بتاعته كلتها. بوطي النار عليه بقى واسيبه بقى ايه، ياخد ويدي كده، والحبايه تفلفل على نار هاديه. الكوسه برضو بوريكم قد ايه شربت الميه بتاعتها. خلاص في الوقت ده برضو بوطي النار وبسيب الدنيا تستوي معايا على نار هاديه. ورقه الفول كانت مولعه نار. بس نصلي بقى على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. المحشي طعمه يومي يومي يومي. جربوه مش هتندموا. ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما ننزل فيه تبقوا اول ناس تشوفوا. على فكرة انا شايفاكوا، يلا بسرعة. الكوسة كمان طعمها يومي يومي. يا روحي انا سبتكم بقى شويه ويدو. بعدين بقى بوريكم البطه، بس بشوفها استوت ولا لا. الشوربه بوريكم جمالها قد ايه كانت جميله جدا. المحشي بقى خلاص خلص معايا. الحبايه بتاعت الرز نفسها جميله مفلفله. كنت بوريكم دلوقتي المحشي الكوسه قد ايه كان جميل جدا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شفتوا الحله انا كنت بقلبها اصلا على الصينيه وبقول استر يا رب، وكنت خايفه لا تقع مني. فربنا دايما يكملها معايا ومعاكم بالستر، اللهم امين. شايفين الحله عامله ازاي؟ دي مش محشي، دي تورتايه. دي حرفيا تورته محشي خطيره. شوفوا بقى ما شاء الله، كل محشايه سايبه مع نفسها من المحشايه التانية، ولا رز طالع بره ولا الدنيا متبهدله ولا اي حاجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حبه محشي بقى خطير، يجنن ايه. يجنن. شفتوا البطايه بقى؟ بطايه حمرا كده ما شاء الله. بعد ما استوت ادت لها بس ايه، حبه زبده او حبه سمنه، ودهنتها بالفرشه كده بالراحه. وبدات ان انا ادخلها بقى ايه تحت الشوايه في الفرن. تاخد اللون بتاعها الجولد القمر ده. وبدات انها تتحمر. كان عندي قطع فراخ برضو مستويه، لان في عندي ناس بيحبوا البط وناس بيحبوا الفراخ. طبعا احنا ماشيين ايه، تبع كل واحد ما بيحب حاجه. بدات ان انا اعمل قطع الفراخ. بسم الله ما شاء الله. الفرخة بعد دي الكوسه الكوسة برضه طعمها يومي يومي يومي. يومي على الكوسه. الكوسه شكلها جميل بيشهي. طبعا انا بعد ما استوت الكوسه وخلاص ردتها على نار هاديه، دخلتها بقى ايه تحت الشوايه برضو بعد البطه كده. خدت اللون بتاع. انا بحب المحشي بتاع الكوسه مش يكون في حله، انا بحب يكون في صينيه عشان اديله اللون بتاعه القمر. والله العظيم الكاميرا ظالمه اللون. الكاميرا والاضاءه عندي ضعاف، فعشان كده ظالمين اللون شويه. الاكل بقى وروايحه. وفي رمضان ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه هنفكر نعمل لكم بقى كل يوم وصفه جديده وحاجه جديده تنزل لكم في الشهر المبارك العظيم ده. فانا بوريكم بقى ايه المحشيه من جوه. حابه ان انا اوريكم الرز كان شكله عامل ازاي. الرز لا لا، حبايه جنب حبايه، طعم مستوي، طعمها جميل، روايح بقى جميلة. جميل يعني بصراحة ما شاء الله. مستوي كده على مرقة البطة أو مرقة الشوربة بتاعة البطة. الله الله الله، جميل الجمال فعلا. جميل الجمال بيعدي الكلام. بوريكم بقى المحشية من جوه شكلها عامل ازاي. ما شاء الله. معلقة الصلصة اللي انا حطاها في الشوربة قبل ما اشرب بيها المحشي عطياله لون احمر جميل من جوه كمان. ما شاء الله تبارك الله. يا رب بألف هنا على كل حد وكان له نصيب واكل من الاكل ده. الشوربة بوريكم قد ايه كانت جميلة. كان طعمها حلو في جو التكتكة والبرد اللي احنا فيه ده. هو عاوز او حابب محشي وبط وشوربة سخنة من دي. ويا سلام بقى لو حطينا فيها لسان عصفور. وهبقى اعمل لكم ان شاء الله شوربة لسان العصفور، لان الشتاء بيحب الشوربات والحاجات اللي تدفي. شوربات، مشروبات سخنة، اي حاجة سخنة كده تدفي في جو التكتكة. والجو ده داخل علينا جو قارس جدا.
وربنا يا رب يسعد قلوبكم. وما تنسونيش بقى تدعموني بلايك واشتراك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله، عشان ايه؟ على رأي دو، اول لما انزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. بحبكم في الله واستودعكم الله. بوريكم لحمة البطة قبل ما امشي قد ايه كانت مستوية، قد ايه جميلة، قد ايه دايبة في ايدي دوب. واستودعكم الله.